عشاق الحلا هذا حيعرفوا طعمه كيف بالضبط، كريمي لذيذ ويذوب بالفم، وطريقته جدا سهلة. أحتاج بسكوت مطحون أي نوع أنت تفضليه، أحط عليه بودرة الكاكاو، زبدة، قشطة، أحطها في صينية التشيز كيك اللي أنا غلفتها بورق الزبدة. بعدين أبدأ أعمل التشيز كيك. أحتاج قشطة، جبن كريمي، علبة من الحليب المكثف المحلى وكريمة، زبدة الفول السوداني وفانيليا. أخلطها كويس وأحطها في الصينية وتروح على فرن حرارته 170 درجة مدة نص ساعة. بعدين أتركها في الثلاجة لليوم الثاني. عندي هنا شوكولاتة، زبدة فول سوداني وكريمة، أحطهم في الميكروويف يذوبوا، وبعدين أحطها على وجه التشيز كيك مع فول سوداني مملح. بعدين أحطها في الثلاجة تتماسك شوية وأبدأ أقدمها. وتعالوا شوفوا لذاذة التشيز كيك الرهيب ده. طعم الفول السوداني مع التشيز كيك جدا رائع، وبالعافية.